الحمد لله الحمد لله الحمد لله بعد معاناة، ولكن كنت متيقن بأن المغرب والسنغال في لا فينال واللقب مغربي، رغما عن أنفكم يا صحافة زيكو يا حفيظ الدراجية كل شيء. ولكن شوف اش درت لكم صحافة زيكو باش تعرفوا بلي فؤاد. شوف ها كتبناها لكم هنا صحافة زيكو، ها شتو، ها هي صحافة زيكو، هذه تهمنا وبرك صحافة زيكو راه كتبتها لكم هنا، فهمتوا نتوما صحافة زيكو. هاني كتبتها لكم اليوم هنا في التريكو. اليوم يا صحافة زيكو غادي نبهدلكم. الحمد لله الحمد لله، انتصار كبير وفي مقابلة ماراثونية. هنا اليوم خرجوا قولوا لنا واش كاين. هاني كتبت لكم صحافة زيكو هنا في التريكو. ونشكر السي سعيد. المهم بعد غادي نقول لكم شكون هما هذو اللي داو لي هذا الكادو هذو، بارك الله فيهم. من بعد غادي ندير عليهم فيديو. المهم الف مبروك الانتصار بجدارة واستحقاق. وكنت قلت والحمد لله، كنت قلت المغرب والسنغال في النهائي، والحمد لله. برافو بونو، برافو، الف مبروك على الشعب المغربي، 1000 مليار مبروك. واش هاد نيجيريا هبلت. الركراكي برافو عليك الركراكي، الجمهور برافو عليه، الناس تقاتلت اليوم. النهائي جدارة واستحقاق. روحوا شوفوا لكم شي حاجه اخرى، هيا ضربات الجزاء والجدارة واستحقاق في جوج مقابلات. عيتوا ما تكذبوا، عيتوا ما تشوشوا على المنتخب المغربي يا صحافة زيكو. هاني كتبت لكم هنا يا صحافة زيكو، شفتوها؟ انا كاتبها هنا وغادي نخليها يا صحافة زيكو. عيتوا ما تشوشوا وعيتوا ما ديروا، والمنتخب المغربي انتصر من جدارة واستحقاق. فهمتوا؟ مهما اليوم كاع شجعتوا والقهوه نعرقوا شكون، ولكن عن جدارة واستحقاق المنتخب المغربي. وكنت قلت المنتخب المغربي والسنغالي في النهائي، الحمد لله ربي ما خيبنيش، والمنتخب المغربي هو الفائز. فين راكم الصحفيين وهذوك صحاب ليكيب وهذوك اللي كانوا يقول لك المغرب يتاهل عن ببيلانتيات؟ اليوم هربطوا، اليوم كاع نسيتوا. مقابله عالميه، مقابله من الطراز. هذه هي المقابله الوحيده في هذا كاس افريقيا في الطراز العالي، مستوى عالي. الركراكي خلى نيجيريا ما دارت حتى محاوله وحده ما دارتهاش. اليوم وقفها. شوف الحمد لله، واخا تعذبنا، الحمد لله ربحنا. وكنت متيقن، وكان ربي عاطيني واحد القوه، ومتيقن بانه نفوتوا ان شاء الله النهائي. صبر ولدي فؤاد، غادي نفوتوا النهائي. وهذيك هي، وجرجرناهم هما جرجرونا، وحنا لعبنا. المنتخب المغربي لعبها المشكل، وكنا غادي نسجلوا. ولكن قال لك في البيلانتيات عندك ياسين بونو ما تخافش، وعندك اشرف حكيمي ما تخافش. واش هي سي كامان مره اخرى ما توجش البيلانتي؟ اي كامان راك سكت لي القلب. اي كامان مره اخرى ما توجش البيلانتي. المهم مبروك علينا، الف مبروك الحمد لله. واش كاين ولد الملك في الملعب وغادي يحشموا اللعابه؟ واش ولي العهد في الملعب يتفرج المقابله وغادي يحشموا اللعابه؟ يا صحافه زيكو، راه والله درتكم هنا. شوف غندير لكم الاول، والله صحافه زيكو اللي درتكم في تريكو. صحافه زيكو والله لا تبهديله، درتكم في تريكو. اقسم لكم بالله إلا غادي نخليكم عبره في هذه المقوله ديال صحافه زيكو، وغادي نخليها لكم في الظهر ديالكم. تشجعوا نيجيريا وكنتوا تحفيو الحكام غادي يعطي شي بيرانتي، القشعشاري نيجيريا. هذه هي اللي خلاتكم. شوف والله القسم، المغرب كان يلعب مع الجزائر، مع المنتخب ديالنا كان ممكن يفوت عادي في 90 دقيقه. لعب اصعب مقابله، وتقولوا شرا مقابله نيجيريا. ما تحشموش، ما تكذبوش، ما تحشموش، ما تخافوش ربي. تقولوا شرا نيجيريا باش ما يتلعبش الجزائر. يا ودي حنا اللي انسحبنا يا حافظ الدراجي، يا حافظ والله غدوه نضحك عليك. حنا اللي انسحبنا مع نيجيريا باش نلعبوا مع المغرب. يا حافظ الدراجي حنا انسحبنا يا صحافه زيكو. اليوم المغرب لو كان لعب مع الجزائر نقسم لكم بالله في 90 دقيقه يربح، في 90 دقيقه نكمل معاه. شفتوا المقابله كيفاش اليوم؟ اليوم هذيك الشكوك كانت تحوم بانه القشعشره وكل شيء، اليوم سكتت. يعني حنا اللي بعنا الماتش لنيجيريا باش نيجيريا تاهل. روحوا نيجيريا، ما تكذبوش. حنا بعنا الماتش لنيجيريا ونيجيريا فاتت، ودرنا هذاك الفيلم وهذاك ليستوار ديال التحكيم وكذا. شوف اليوم نيجيريا هذه هي لعبه مع المغرب. علاش ما يشريهاش القجع؟ هو يشريها مع الجزائر وما يشريهاش مع المغرب. روح انت وفهم يا مواطن، اجي يشريها مع الجزائر وما قادرش يشريها مع المغرب. المهم الف مبروك، مليار مبروك. التأهل عن جدارة واستحقاق النهائي، رغم عن أنفكم يا حفيظ الدراجي ويا صحافة زيكو، رغما عن أنفكم ورغما عن كيدكم
ورغما عن تشويشيكم ورغما عنكم، والحمد لله هذه المقابله خلاتكم اليوم تسكتوا وتبلعوا فمكم، وهذاك الشيء اللي كنتوا تقولوه على التحكيم وكذا من الناس كاع يدوروا فيكم وكاع غادي يتبدل لكم. المغرب يدير اللقب عن جداره واستحقاق. بيلانتي واحد ديال طنزانيا، ما شفتوش البيلانتيات ديال الزلزولي ونطوا درتوا الحيايه، ولكن رغما عن انفكم المغربي هذه البطوله هما كاع يهضروا. شوف بوتريكا، روحوا تفرجوا المحللين، روحوا تعلموا نسياتكم ياك بوتريكا قال لكم. ولكن المقابله ديال اليوم الرجال وقفوا في الطريق وداوها. الرجال طرشي الرجال يلعبوا بالقلب، الريه ديالهم حطوها في وسط الملعب 120 دقيقه. نيجيريا هذه اوسيمان وهذا اللي صاب الشوارع في المنتخب الجزائري ما دار والو معنا مع المغرب. اليوم دار شي حاجه مع المنتخب المغربي والو، لعب شي حاجه مع المنتخب المغربي والو. بس راني رسمتكم هنا صحافه الزيكو تبقى لكم واش نديرها لكم والله نخليها لكم في راسكم صحافه الزيكو هذه هي نخليها لكم هكا التاريخ. باش نتوما غادي نتوما جايين تكذبوا على العالم. ياك خرجوا وقولوا شي حاجه. جايين قال لك واحد المالي ولا ما والله الكذوب عندكم يجيكم في الدم، البروباغندا تجيكم في الدم. عطيونا درك شي بروباغندا، ولا غتقول لهم هما لعبوا 120 دقيقه وقال لهم نمشيو للبيلانتيات ونخليو بونو يشدها ولا كيفاش؟ هذيك المؤامره الكولة اليوم بونو يمكن نيجيريا بقات تيرها له في الدو. المهم انتصارا وتأهل النهائي ورغما عن انفيكم. وروحوا شوف وروحوا كذبوا على شوف فرغ نبيل جليط هذوك. شوف هذوك ديال كيف فاندي نبيل جليط اللي كنتو تفرجوا 120 دقيقه حاجه ما كايناش، كل شيء ديريكت. ومقابله ديال مصر كنتو تسناو فيها الكارثه ما صدق والو. اليوم كنتو تسناو الكارثه ما صدق والو. حشوم عليك والله القسم. راني عارفكم راكم زيرتوا بهذه المقابله ديال المغرب اليوم، راني عارف تكلاطيتو بقيتو كيفاش هادو ربحونا. واليوم عصراو المغرب 120 دقيقه. علاش القجع ما شراهم مع الجزائر وما شراهمش مع المغرب؟ راه ما يمكنش. راه راسكم يحبس. يقول قادر القجع يشري لكون شراهم مع المغرب. مشاو لضربات الجزاء كلشي فات. يلا المدرب غادي يخرج يستعرف بالتنظيم. نيجيريا عاود هي كانوا يشوفوا مقابله عاديه، وصلت ضربات الجزاء المغرب فور عليهم، وفي المقابله والمغرب كان فور عليهم. المهم تبهديله، المهم ترخصتوا، المهم وليتوا برصاوز، المهم الناس كامل غادي يعرفوكم. فراهم هذوك الحكام اللي كانوا يخرجوا يقول لك حالات هذاك المصري الغندور وبعتوا حالات تحكيميه ومعزوزي. غدوه ان شاء الله نصب عليكم. شوف 3 فيديوهات غدوه نديرهم عليكم، 3 غدوه. اليوم راني فرحان بالتأهل الحمد لله، اللقب غادي نجيبه. راني فرحان بالتأهل، بس غدوه نطيح عليكم واش كنتو تقولوا. يعني نتوما بايعين الماتش مع نيجيريا وجايين تقلبوها القجع واليوم القجع مع 120 دقيقه وهو يجري مع نيجيريا. يعني علاش ما شراش نيجيريا اليوم؟ فهموني. المهم الفرحه فرحه، والمغاربه اليوم راهم في الشارع والشعب المغربي يستاهل هذه الفرحه. وبونو يا بونو يا بونو بونو ولدي لا حول ولا قوه الا بالله. بونو تحيه ليك وتستاهل. والركراكي نستعرف بك اليوم، درت المجهود ديالك نستعرف بك. وغدوه ان شاء الله نشكر هاد الناس هادو اللي داروا لي هاد الكادو هذا. وشوف والله لازم نحب الناس كتبوا السمي، داروا صحافات زيكو، داروا الشعار ديال القناه، داروا كلشي وصيفطوه لي. غدوه ان شاء الله ندير عليهم فيديو. هما اللي راهم فرحانين بحالي. والحمد لله اللي كنت نقولها، المغرب والسنغال في النهائي، المغرب والسنغال في النهائي الحمد لله. من اول بديت البطوله وانا نقول لهم المغرب والسنغال في النهائي، وعارف علاش لانهم قويين والمغرب يدير لقب. راكم صحافات زيكو، فراكم اصحاب نظريه المؤامره. المغرب دار علينا مؤامره باش نخرجوا، المغرب ما دارش عليك مؤامره. خرجت بالخبث ديالك. خرجت غدوه ان شاء الله نصب عليكم. غدوه نبهدلكم، غدوه ندير فيكم. شوف اللي قلتوه في هاد 3 ايام انا نرد لكم بالدوب تريبل. علاش؟ لانه نتوما تهمتوا المغرب وتهمتوا القجع. وعلاش القجع اليوم يحصل مع نيجيريا؟ القجع حصل اليوم، حصله ديال الكلاب حصلها مع نيجيريا. يعني هو يشري نيجيريا حافظ الدراجي، واليوم علاش ما شراش نيجيريا؟ وريونا هاد المعادله اللي تخدموا بها. علاش تكذبوا على الناس؟ وعلاش هو وصلني البيلانتيات؟ كان قادر يخرج من البيلانتيات في بلادو. علاش؟ يعني واش شرا البيلانتيات؟ شرا نقص من البارات ولا كيفاش دار؟ المهم مليون مبروك، الف مبروك. رغم ان انف الحاقدين والحساد والمغيرين وبعض بعض الحكام بعض هذوك
رغم عنفهم الحمد لله انتصار والنهائي ان شاء الله المغرب السنغال في اكبر نهائي غتشهدوا القاره الافريقيه وفي عرس كبير، والفوز غادي يكون المغرب، لانه السنغال ماشي هي نيجيريا فيها شويه عندها الهجوم قوي، مي ان شاء الله باذن الله ما يكون غير خير.